دكتور أيمن، بداية تعليقك إيه على التهديد الأمريكي الواضح بقطع المساعدات عن يعني الشعب الفلسطيني؟ واضح أن الإدارة الأمريكية مصرة على وقاحتها تجاه التعامل مع الملف الفلسطيني بهذه الصلافة وهذه الوجه الاستعماري الذي يعود من جديد. يعني لم تعد سياسة العصا والجزر التي كان يمارسها الاستعمار في القرن الماضي مقبولة في العالم الحر اليوم. أنا أعتقد كما تحدث الأخ محمد دحلان، قرار الجمعية العمومية كان صفعة لإدارة ترامب رغم تهديده وتلويحه وممارسة كل ضغوطه. صوتت 128 دولة حرة ضد قرار ترامب. صحيح أن ندرك أن الإدارة الأمريكية بمؤسسات قد تشعبت في العالم اليوم. التكنولوجيا التي معنا جميعا معظمها تأتي من سيرفرات تتحكم بها الإدارة الأمريكية. ندرك كل ذلك جيدا، ورغم ذلك قال العالم كلمته. القضية الفلسطينية لم تعد قضية فقط الفلسطينيين، هي قضية كل أحرار العالم. فكرة أن يدل الشعب الفلسطيني بأموال الإدارة الأمريكية غير مقبولة. أنا أعتقد أن الأمر أيضا يحتاج معالجة فلسطينية سريعة. أختي الكريمة، حتى هذه اللحظة القيادة الفلسطينية لم تجتمع لمعالجة هذا الملف. يعني نحن يجب أن نضع خيارات أخرى بديلة. يعني أنا حزين جدا عندما يهدد ترامب بدغريته بوقف العقوبات، بوقف الأموال والمساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، واللي عدد سكان قطاع غزة 70% منهم لاجئين، وحتى هذه اللحظة لا زالت العقوبات على غزة. يعني أنت منتظرين أن ينفذ ترامب عقوبته ويزداد الفقر المدقع في قطاع غزة. أنا أعتقد الأمر يحتاج إلى معالجة ولا رؤية أعمق من ذلك. أختي الكريمة، كما تحدث الأخ محمد، حينما تحدث كل أحرار الشعب الفلسطيني، نحن لن يؤثر علينا لا أموال أمريكا ولا أموال غيرها ولا أموال إسرائيل اللي بتجبيها من ضرائبنا. نحن أحرار، وهي السياسة لم تعد لها معنى. فليمارس ما يريد ترامب وليمارس ما يريد نتنياهو، ولكن أيضا على قيادتنا الفلسطينية أن تكون بحجم الحدث. الشعب الفلسطيني لن يقبل حالة الهوان، وسيكون أنا أعتقد لحظات حاسمة إن لم تتحرك. طيب دكتور أيمن، حضرتك أشرت إلى نقطة هامة جدا بخصوص البدائل أو الحلول. يعني القيادي محمد دحلان قال إن توظيف المساعدات كأداة للابتزاز السياسي فاشل ولن يجدي نفعا، وإن ده ظهر من الأمم المتحدة. طيب إيه هي الخطوات المقبلة في رأيك لمواجهة هذا التغول الأمريكي الحالي بهذا القرار وقرارات أخرى أيضا سابقة؟ أنا أعتقد أنه هناك يعني الأسبوع منذ 6 ديسمبر ونحن نستقبل ضربات متتالية، بدءا من إعلان ترامب القدس موحدة عاصمة الاحتلال، ثم قرار الكنيست الإسرائيلي بضم القدس بمجملها إلى إسرائيل ومنع أي تفاوض عليها إلا بحضور 80 عضو من أعضاء الكنيست عن الثلثين. هذا لم يحدث في تاريخ دولة الاحتلال. نعم. ثم يناقش حزب الليكود الحاكم في إسرائيل فكرة والتصويت على فكرة ضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال. كل ذلك أنا أعتقد قضايا كبيرة جدا تحتاج إلى وضع مواقف ورؤى استراتيجية واضحة. أنا أعتقد نحن كما أشرت دائما الفلسطينيين لوحدهم ضعفاء، ولكن مع عمقهم العربي أقوياء. الآن كما تعلمين أختي الكريم، بعد 3 أيام هناك اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب في الأردن. نتمنى أن توضع خيارات غير المبادرة العربية للسلام. لماذا لا نفكر بطرح الدولة الواحدة؟ يجب أن نغير أوراق اللعبة. يجب أن نتحدث عن شبكة أمان مالية عربية للفلسطينيين، وبالتالي فلتذهب أموال أمريكا. يعني أمريكا تأتي تمنحنا أموال من أموالنا، هي لا تمنحنا منها، وهي أموالنا. من سبب مأساتنا ومن يدير هذه المأساة؟ نحن نأخذ الفتات من حقوقنا، في حين أن إسرائيل تأخذ أكثر من 4 مليار دولار سنويا. بغض النظر عن ذلك، أنا أعتقد أنه يستطيع العرب توفير شبكة أمان، يستطيع العرب أن يطرحوا فكرة إما قرار التقسيم إكمال شقه الآخر والذي يعطينا 46% وتدوير مدينة القدس، أو أن نتحدث عن دولة ثنائية القومية يعيش فيها الفلسطينيين والإسرائيليين متساويين الحقوق. هذا على صعيد العالم العربي، ولكن على الصعيد الفلسطيني أختي الكريمة، إسرائيل لن تتحمل ولا الولايات المتحدة أن تقذف السلطة هذه الكتلة النارية في وجهها مرة أخرى. تستطيع القيادة الفلسطينية أن تذهب إلى غزة وتعلن من هناك من غزة أنها حل من أوسلو، وأن على إسرائيل أن تتحمل تبعات إدارة الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. كما تعلمين الاحتلال خارجها، وندير كل معركتنا من أرضنا من قطاع غزة، وهي أرض محررة محاصرة صحيح، ولكن نستطيع من خلالها أن ندير معركتنا. نموت بكرامة، ولكن لن نموت مدلين من هذا الاحتلال والإدارة الأمريكية. هذا الموقف أنا أعتقد مطلوب من القيادة التي أصرت للأسف الشديد أن تعقد مجلسها المركزي في رام الله تحت بنادق الاحتلال. أدعوها ولا زال هناك من الوقت أن تذهب كل القيادة الفلسطينية بكل مكوناتها إلى قطاع غزة، ومن هناك تعقد مجلسها الوطني وتعقد مجلسها المركزي وكل أطرها القيادية لتعلن عن تغيير اللعبة. أختي الكريمة، مهم جدا
ان المناطق الاكثر تاثيرا في مواجهه مع الاحتلال هي الضفه الغربيه والقدس ليس غزه. الذهاب بشباب غزه الى المناطق الحدوديه للتعرض للاغتيال من القناصه الصهيونيه اعتقد هذا مخاطره، ولكن علينا ان نعيد ترتيب اوراقنا بما يجعل الاحتلال يندم والاداره الامريكيه تندم على ذلك. بكل تاكيد. اشكرك شكرا جزيلا نظرا لضيق وقتي الدكتور ايمن الراقب واستاذ العلوم السياسيه بجامعه القدس، شكرا جزيلا لك.